أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي اللي احنا جايين نتكلم عشانه هو موضوع متعلق شوية باللي بيحضر مشروع الفترة دي. طبعا يعني انت لو سواء انت طالب جامعة وعندك بروجكت مثلا لكلية إعلام لمعهد سينما، أو ممكن بروجكت خاص بيك انت بتعمل كونتنت بيه، في موضوع كده هكلمك فيه هيفيدك شوية وانت بتشتغل على أي مشروع أو بتحضر له. بتعمل بقى فيلم، بتعمل فيديو، بتعمل إعلان، بتعمل برنامج، بتعمل أي نوع من أنواع المحتويات، سواء دي حاجة متعلقة بأن ده مشروع تخرج أو مشروع جامعة، أو متعلق أن ده بروجكت خاص بيك أو مشروع يعني خاص بيك وبترفعه على النت. طيب في دايما وانت بتحضر مشروعك بيجيلك سؤال مهم: انت محتاج كم كاميرا عشان تعرف تصور اللي انت عايز تصوره؟ ده سؤال دايما تحطه في دماغك. في فئتين او ستايلين بيتحدد من خلالهم بيتحدد من خلالهم ان انت هتشتغل المشروع ده ازاي. حاجه اسمها السنجل كام والمالتي كام. دول يعني فئتين من الكاميرات او جروبين مختلفين، مجموعتين مختلفين عن بعض، كل مجموعه فيها ليها القانون بتاعها. عندنا مثلا السنجل كام. سنجل كام ده هي كاميرا واحده بس اللي بتشتغل بيها وبتستخدمها. دي ان انت بيبقى عندك كاميرا واحده ايا كان على فكره الكاميرا اللي انت تشتغل عليها ايه من حيث النوع، لو انت تشتغل حاجه دي اس ال اي او ميرورلس او بكاميرا الموبايل. فعامه يعني السنجل كام ده هو ان انت بتشتغل على مشروع باستخدام كاميرا واحده بس. طيب ده بينفع بقى في ايه؟ ده ممكن ينفع مع الافلام الدوكيومنتري، ده ينفع معاه جدا، او اللي هي يعني الافلام التسجيليه. ممكن برضو ينفع مع محتويات السوشيال ميديا، لو انت مثلا بتصور اللي هي ايه، بتصور حاجات في الشارع مثلا، او عايز تصور عامه، او بتصور ايا كان المحتوى، يعني زي محتويات كتير ممكن بتشوفوها متصوره بكاميرا واحده بس، يعني بتتعرف يعني وبتبان انها كاميرا واحده بس فعلا. او مثلا الفيديو بودكاست، بما ان دلوقتي بقى في فيديو بودكاست ومنتشر بقوه، في بعض البودكاسترز بيستخدموا كاميرا واحده بس لتصوير حلقه من الحلقات. طيب في بقى المالتي كام. ايه بقى المالتي كام دي؟ بقى عكس السنجل. المالتي كام دي هو ان انت بتستخدم من كاميرتين لاكتر حسب العدد، وده بقى بيختلف هنا. طيب انت دلوقتي دي بتنفع مع حاجات كتير، مع الافلام، مع المسلسلات، مع الاعلانات، مع البرامج، مع الماتشات، مع الافلام اللي هي الدوكيومنتري، مع ان الافلام الدوكيومنتري بيبقى في الاكتر كاميرا واحده بس، ممكن يبقوا كاميرتين او اكتر في حالات معينه وفي قواعد معينه. دي طبعا يعني ممكن في وقت ما لو جات الفرصة ان انا ممكن يعني اتحاور مع صانع افلام تسجيلية هنفهم اكتر في يعني المنطقة دي. في كمان عندنا الفيديو بودكاست برضو. الفيديو بودكاست في منهم بيستخدموا كاميرتين، زي مثلا جو روجن بودكاست او البودكاسترز، دي من ضمن الفيديو بودكاست مثلا اللي بيستخدموا كاميرتين، عشان خاطر مثلا بيبقى فيه المحاور اللي هو اللي بيقدم البودكاست نفسه والضيف اللي معاه، وممكن يبقوا ضيفين، فساعتها بقى ممكن يبقوا مش بس كاميرتين، ممكن يبقوا 3 كاميرات او كاميرتين عادي، يعني حسب طبعا السات، يعني السات او المكان اللي عاملين فيه التصوير الدنيا فيه ماشيه ازاي. طيب الكاميرات دي بقى لما انت بتحددها بتقدر تقرر انت محتاج عدد افراد قد ايه لفريق التصوير. يعني لو سنجل كام انت هتحتاج مصور واحد بس، سواء انت مصور نفسك، يعني انت جايب كاميرا وانت قاعد قدامها وانت اللي ظابط كل حاجه بنفسك، او تجيب حد معاك هو اللي يمسك لك موضوع الكاميرا يوبريت بيها. المالتي كام بقى انت بتحتاج بقى حسب العدد، يعني لو هتجيب 2 هات 2 يشتغلوا معاك في التصوير، 4 3 كاميرات هات 3، 4 هات 4، وهكذا. سؤال بقى كده عشان بس اثبت المعلومه في دماغك، انا دلوقتي قلت سنجل كام لانواع محتويات معينه، والمالتي كام ليها انواع محتويات معينه. حلو. هل ينفع ان انا ممكن لو مثلا بصور فيلم قصير، فيلم رواية قصير بقى مش فيلم تسجيلي، هل ينفع ان انا استخدم كاميرا واحدة بس؟ ينفع. ما هو عشان كده قلت ايه، ان انت دي بتعود ليك انت وتحديدك، انت محتاج كام كاميرا. لو شايف انك تقدر تخلص الليلة دي كلها في كاميرا واحدة، تمام قوي، يعني مفيش اي مشكلة. طيب على اي اساس بقى انت بتستقر على عدد الكاميرات؟ هي بتتحسب بطريقة التصوير اللي انت هتشتغل عليها. يعني مثلا لو انت بتعمل مشهد حوار بين 2 او اكتر، هتعملها ازاي؟ هتعملها بكاميرا واحدة ولا هتعملها بكاميرتين ولا هتعملها ب3؟ دي بتاعتك.
في على فكره ناس ممكن تقوم عامله ايه، في بعض الناس بتقوم عامله كده، يعمل مشهد الحوار بكاميرا واحده، ده شوت مثلا كده يتكلم ستوب، شوت التانية حوار يتكلم. دي ناس يعني، في ناس بتعمل كده. في بقى الاكتر بيعمل كاميرتين عادي، في ممكن 3 كاميرات على اساس اللي هو واحده للشخص لوحده والتانية للشخص التاني لوحده والتالتة اللي هي جايبه الشخصيتين مع بعض، او الاتنين البيرفورمرز او الممثلين مع بعض. يعني انك مثلا تحدد ان يعني بتعمل فيديو بودكاست عايز كام كاميرا، وبالذات كمان لو انت عندك ضيف، لو الضيف ده مش هيبقى عندك في زوم، يعني الضيف ده قاعد معاك في الاستوديو كده منورك ومشرفك كده، فانت ساعتها تحتاج ايه، كاميرا واحده تصور بيها ولا محتاج كاميرتين؟ وحسب عدد الضيوف كمان قد ايه، فدي بتفرق. وبتفرق كمان ان انت حاجه كده، ودي برضو ممكن نبقى نتكلم عنها مره تانية، البلوكينج، مظبط الدنيا يعني مظبطه ازاي، ودي هنتكلم عنها في حلقه لوحدها، هنتكلم عن موضوع الكاميرا بلوكينج والبرفورمرز بلوكينج، او ان انت تعمل بلوكينج في السين عامه، يعني ايا كان نوع البروجكت. طيب عامه انت لما بتحدد عدد الكاميرات دي كلها حاجات بترجع لك انت اللي بتقدر تقرر وانت المسؤول عنها، لان انت بما انك انت بقى المخرج، انا بكلمك انت يا مخرج يا اللي بتصنع او يا صانع الفيديو، فاهمني ازاي؟ بس دي كده الفكرة اللي انا بحاول ان انا اوصلها لك. طبعا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، حلقة قصيرة ومكيرة. انا بشكركم شكرا جزيلا. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى يوتيوب، احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.